من فترة نزلت فيديو افطار في مطعم النوفرة، وبسم الله ما شاء الله صار زحمة شديدة جدا، ما ضل حدا بالامارات الا ما جرب الفطور، بس وصلت العالم لدرجة انه ما بقى تلاقي طاولة تقعد تفطر، فقررنا نعمل نفس الفطور السبيشال في مطعم اسمه مطعم عنبر الشام، لانه مطعم النوفرة وعنبر الشام واحد. اول شيء شوفوا لي على هالفطور، بسم الله ما شاء الله، هذا هو فطور السبيشال. بس للتنويه، فطور السبيشال للشخص الواحد 20 درهم، بس لازم تكونوا 4 اشخاص، يعني التوتال 80 درهم. خليني ابلش بالمناقيش بس برضه ما بصيروا طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم الجبن في المنقوش غير شكل، عن جد الزحمه صغيره من نوفر ما عن عبس ابدا، وراح تجوا بعنبر الشام كثير راح تنبسطوا بالفطور عنده. نحط وحده زعتر وفوقها وحده جبنه، ما شاء الله العجين مقطره. هلا تقعد تفطر انت ورفقاتك على هيك فطور ملكي، يطلع الشخص 20 درهم والله بلاش. خبزات يا الهي ايش بدي احكي، خلينا ندخل بالبيض. وهاي الطشه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين عليك. الفتة بالنوفرة كانت كثير طيبة. تعالوا نشوف هون نفس الشيء، وكأنما الصحن نفسه. صار بدك كم جرجيراي مشرجين، نعصر عليهم شوية ليمون. هلا جينا على الفولات، شوف لي على هالمنظر هذا، بسم الله. لا بدي لقمة ثانية مشان استوعب طعمته. يا إلهي، بس جيت وجربته هالفطور تبوسوني مقراتي. المطعم موجود في المجاز واحد بعد مسجد النور تقريبا. هات لي هدول لهون. خلينا نمكس الجبن، مربى الستروبري، شو الكبار. يا لطيف. في اختراع انا اكتشفته هذيك المره بهذاك الفطور كان كتير لذيذ، الحلاوه مع الزبده. طبعا هذا الفطور بكفي 4 اشخاص. حط لي الزبده هون، بعدين هات لي قطعه حلاوه اضرب يا زعيم. صحيح مشان ما انسى، الفطور من الساعة 8 للساعة 1، وهذا كان الفطور اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. كالعادة يسعد الصلاة والحديث تجرب الساعة.